السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أهلا بحبايب قلب المتابعين. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى غدا زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. هنعمل قرنبيط باللحمة ورز بشعرية. كان طعمه والله بسم الله ما شاء الله ما اقولكوش، يعني كان طعمه خطير. دايما الأكل اللي بيتعمل في الفرن دايما بيبقى له نكهة تانية مختلفة خالص، وبالذات ما بيكون في البرام. انا عيالي ما بيحبوش عامه الرز والطبيخ، ما لهمش فيه قد كده، بس بيعجبهم ايه الاكل لما بعمله في الفرن بياكلوا بيبقوا مبسوطين، بيبقى له طعم تاني ونكهه تاني. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا كرنبتين. خدت الكبيره شويه هعملها، وهعين التانية بقى ايه ابقى اعملها صينيه ولا اعملها اي حاجه تانية، لان الاتنين دول هيبقوا ايه هيبقوا كتار علينا. فهمسك الكبيره ديت انضفها كده واقطعها حتت صغيره وايه واحطها في الحله اللي انا ايه هسلقها فيها. معايا حله سلستين احطها فيها كده علشان ايه اما اخلصها تنظيف كلها. بقطعها كده قطع صغيره متوسطه، لا هي كبيره ولا صغيره، وايه واعملها واحطها في الحل زي ما انتوا شايفين كده. بفصصها كده معاكم اهيت، عشان حبايب قلبي اللي ايه اللي ما بيعرفوش يطبخوا او يدخلوا المطبخ، البنات الصغيرين، يبقى حاجه كل واضحه قدام منهم اهيت. انما حبايب قلبي اللي زينا بقى الكبار دولت عارفين كل حاجه وعارفين الحاجه بتتعمل ازاي. انما احنا بنعلم البنات الصغيره اللي هي لسه ما بتعرفش تقف في المطبخ، لان ايه البنات اليومين دولت متعلمين بقى وفي كليات لا مش عارفه ايه، وما بيحبوش يقفوا في المطبخ دلوقتي بقى. فبعد ما الواحده بتتجوز بتبقى عايزه تعمل كل حاجه، ما هيش عارفه تعمل حاجه. فاحنا ايه تجيب بقى النت وتتفرج بقى علينا كلنا ايه تتعلم مننا كده. انا قطعت القرنبيطه بتاعتنا كلها، حطيتها بقى على النار وسلقتها وحطيت لها شويه ملح زي ما انتم شايفين، وشويه كمون برضو عشان لو قلت لكم القولون. وغلت عيني معانا واستوت، وصفيتها ايه في المصفى، وغسلت اللحمه. ودلوقتي عملت برضو التوم اديته تشويحه، وعملت التقليه اهيت، وضربت الطماطم وحطيتها على التوم وحطيت لها الفلفل بتاعها والملح. واسيب بقى ايه التقليه بتاعتنا بقى كده تتسبك على ما اشوف اعمل ايه الخطوه اللي بعد كده. اللحمه بتاعتنا بقى غلت اهيت، انا بحطلهاش البهارات بتاعتها الا لما بتغلي واشوط الريم، وابتدي بقى ايه احط لها بقى ايه حطيت لها ورق لورا وحبهان وفلفل اسمر، وبعمل لها جوز الطيبه، ببشر لها جوز الطيبه، وحطيت لها بصلايه وايه وغطي عليها بقى ايه لما تكمل سواها اللحمه بتاعتنا كده. انا بحط لها الملح اهوت واقلبها وايه واقطع عليها لما تستوي. زي ما انا قلت لكم ايه انا عيالي ما بتحبش اللحمه الا الكفتات واعملها بيتزا، اعملها حاجات من ديت، بس انا بقى بحب الطبيخ، فانا حبيت ايه بغير لهم في الاكل علشان يرضوا ياكلوا. دايما بعمل لهم الحاجه بقى ايه احط لهم اللحمه في الطبيخ بياكلوها، بعملها لهم بقى في الفرن عشان الفرن بقى بيديها نكهه تانية، وبتشرب من التتبيله بتاعه الطبيخ بتبقى طعمها حلو اللحمه. والطبيخ اصلا بيشرب من اللحمه بتبقى طعمه حلو برضو مع الفرن مع البرام، بيدي طعم تاني ونكهه تانية. فالعيال بتاكل بسم الله ما شاء الله وبيبقوا مبسوطين برضو. بس هما برضو يقولوا مش عايزين كده برضو على طول يعني. معانا بقى ايه حله اهيت عشان نطبخ رز بشعريه. نحط بقى شويه زيت على الشعريه كده ونقلبها كويس. برضو انا هجيب لهم الرز معايا المره دي، انا عملته كم مره خطوه بخطوه عشان ايه البنات اللي برضو بتتعلم. انا برضو بعيد تاني اهوت علشان اللي ما سمعنيش قبل كده وشافني انا بقلب الشعريه على الرز بتاعها اهوت بحمرها زي ما انتوا شايفين. لازم ايه الزيت يبقى زايد شويه علشان الرز بتاعنا يبقى ايه مفرفر وحلو. انا حمر الشعريه زي ما انتوا شايفين، وغسلت الرز مجهزاه علشان اضيفه ايه عليه كده. بس اللون الشعريه بتاعتنا لما يبقى لونها ذهبي نسقط عليها الرز.
الكرنبيط بتاعنا هو بقليه بديله لون خفيف كده، ما بحمرهوش قوي عشان يبقى طعمه حلو كده. الشعرية بتاعتنا قربت تحمر برضو اهيت. هجيب انا التقلية بتاعتي اهيت اتسبكت وزودتها شوية شوربة على شوية مية ومظبطة لها حدقها، بحيث ان هي لما تغلي غلوتين احطها افضيها بقى على القرنبيط واللحمة في البرام كده. الرز بتاعنا هو الشعرية احمرت بقت مظبوطة. اصفي الرز بتاعنا كده بالراحة على الشعرية واقلبه كويس. انا ما بسقطش المية على الرز يا حبايبي على طول، علشان الرز بتاعنا يبقى مفرفر ويبقى حلو، تبقى حبايته حباية من حباية. تمسكي تسيبي بقى الرز كده يتحمر شوية، يتلوح في قلب الزيت كده. طلعت القرنبيط اهوت وكده احط الدور التاني عشان ياخد برضو تشويحة كده، لون خفيف كده، ما كتروش عليه في الزيت. ورجعت بقى تاني للرز اهوت. بسيب الرز زي ما قلت لكم كده يتشوح كويس، علشان حبايه الرز تبقى مفرفره. اما يشرب سمنته ويتشوح كده ويفرفر من بعضه، تيجي تغرفيه تلاقي الرز حبايه من حبايه، لا يجعل لا يبقى ماسك في بعضه، وتبقى حبايته جميله جدا زي الرز المحمر اللي بيبقى شبعان كده من السمنه بتاعته، بتلاقيه مفرفر وحلو كده. الرز بتاعنا بقى مظبوط اهوت، وانا نقلته بقى على العين العاليه علشان الرز بتاعنا يشيل على طول. كنت بحمر الشعريه بوريكم هو مفرفر اهو، شوفوا. فضلت اشوح فيها لما الرز فرفر خالص اهوت. احط له بقى ميته بقى، وبعدين احط له الملح بتاعه كده. لما انزل الشعريه كده اللي في الحله في الجناب بتاع الحله، احطه على على الرز على بعض. اجيب بقى ازود شويه ميه كمان عشان يبقى مظبوط، واجيب الملح بتاعه بقى احط له معلقتين ملح واقلبه بقى واغطيه بقى يستوي. كده الحاجه بقى بتاعتي بقت جاهزه. القرنبيط بتاعنا بقى مظبوط اهوت. افرده بقى في البرام بتاعنا كده، واجيب اللحمه بتاعتنا برضو مظبوطه اهي، واحطها برضو كده على وش القرنبيط بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. فردت اللحمه على القرنبيط. اجيب بقى التقليه بتاعتنا ملفاها ومسبكاها وحاطه لها شربتها، وسبكتها على النار شويه، ورجعت بقى حطيتها عشان ما تغيبش معايا في الفرن. وكده البرام بتاعنا مظبوط اهو زي ما انتوا شايفين. احطه بقى دلوقتي بقى ابتدي احطه في الفرن بقى يتسبك في الفرن، واللحمه بتاعتنا تشرب من التغذيه بتاعتها وياخد ريحه الحلوه بتاعه الفرن دي بقى، وبتاع البرام بقى تبقى عشان تبقى الاكله بتاعتنا مظبوطه كده. انا حطيتها في الفرن، ما غابتش في الفرن زي ما انتوا شايفين، والرز بتاعنا استوى وهو طلع القرنبيط بتاعنا من الفرن اهوت. كان طعمه جميل جدا. العيال بيقولوا احنا بنحبهوش، انتوا بتعملوه لنا ليه؟ لما اكلوه عجبهم والله. على الله بقى يعجبكم حبايب قلبي. وما تنسوش بقى دوسوا لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تدوسوا لايك.